في عز ما اتحاد الكرة المبجل بتاعنا بيحارب رابطة الأندية المحترفة وعايز يلغيها ويعملها لجنة من لجان الاتحاد برئاسة المتألق دائم الإبداع أحمد مجاهد، ونزل فرقتين وصعد ثلاثة، ولا أقول لك نزل فرقة وصعد أربعة. طب ما تعمل دورة ثلاثية، ولا أقول لك اعمل دورة رمضانية، وعك السنين والتنين. وبتلعب وبتعدل في لائحة مسابقة شغالة بالفعل. في نفس الوقت ده تلاقي المغرب بتعمل حاجة اسمها عامل روابط، بيخلوا كل حاجة ليها رابطة منفصلة. يعني الدوري ليه رابطة، دوري الدرجة التانية ليه رابطة، دوريات الناشئين ليها روابط، حتى الحكام ليهم رابطة مستقلة تماما، وبيعملوا روابط للجماهير كمان. اتحاد الكورة اللي هو الجامعة المغربية تتفرغ بقى للمنتخبات ورعاية الأكاديميات الحقيقية اللي بتخرج مواهب، مش زي اللي عندنا اللي بتحلب الأهالي فلوس وتبيع لهم حلم ووهم إن ولادهم هيلعبوا أهلي وزمالك وهيكسبوا ملايين. حد يخلي عند أهله دم ويروح يشوف أكاديمية محمد السادس والمواهب اللي بتطلعها أوروبا. ده وليد الرجراجي مدرب المنتخب لما بيجي يختار القايمة بيبقى محتار، مش عارف يجيب مين ويسيب مين. ده حتى كان مكلم لامين يامال عشان يلعب مع منتخب المغرب، لكن الولد اعتذر بأدب يعني لأنه هيلعب مع أسبانيا. بصوا كده بص على منتخبات المغرب في كل المراحل العمرية، هتلاقيهم دايما بينافسوا على كأس الأمم ودايما متأهلين لكأس العالم. امبارح بس منتخب المغرب كسب كأس الأمم تحت 17 سنة وتأهلوا لكأس العالم في قطر. احنا تأهلنا ليها برضو، بس ده علشان هياخدوا 10 منتخبات من أفريقيا وتأهلنا بعد ملحق. وطبعا هنروح نتعبى 3 ماتشات ونرجع كالمعتاد يعني. كل ده ليه بقى؟ لأن بقالنا سنين عايشين في مشروع الهدف والألف محترف ودوري بيبسي للمدارس ولولي بوب للحضانات وأكاديمية كابتن فلان لطمس المواهب وابنك هيلعب عندنا. الناس بتعمل كل اللي تقدر عليه لتوسيع قاعدة الممارسة لاكتشاف عدد أكبر من المواهب، وإحنا عندنا سيادة الوزير قلب الحياة كلها استثماري. حتى مراكز الشباب المعفنة بتأجر الملاعب بالشيء الفلاني. ومعروفة الكورة يعني بالذات لعبة الفقراء، والمواهب كلها بتبقى في الأحياء والقرى الفقيرة اللي ما يقدروش على إيجار الملاعب لمجرد ممارسة اللعبة اللي بيحبوها. فأصبحت المواهب والمنتخبات كلها من أبناء اللاعبين القدامى أو أبناء الأغنياء اللي يقدروا يدفعوا علشان ولادهم يلعبوا في الأندية بالفلوس. والفئات دي معظمهم بيبقى رجلين الاتنين شمال وبيبقى موهوم مش موهوب. معلش أنا عارف سويت الدنيا في وشكوا، لكن هو ده الفرق ما بين رابع العالم واللي فرحان قوي إنه هيتأهل لكأس العالم بعد ما بقوا 9 منتخبات بيتأهلوا. ده الفرق بين الناس اللي بتعرف تشتغل صح والمصلحة بلدها والناس اللي ما بتعرفش تشتغل أصلا وكل همهم يجاملوا الكومبارس المديون الننوس، ناس ما عندهاش دم.